الديربي باش يدعم قبل الجمهور، ولكن مشكلة الجمهور هي مرتبطة بالاستمرارية. معناها اليوم تعطيه يقص المحب يقص خيرات، غدوة تجي أوامر باش تقف الجمهور، دونك ديما تقعد محل شك. الأخوان اللي قصوا بارك الله فيهم وهذا دعم جمعيتهم، ونداء الأخوان اللي مازالوا ما قصوش حتى يقصوا حتى ما حضروش ماتش مهم للتدعيم للجمعية إن شاء الله. ماتش حمام سوسه ويسيتي على مستوى النتيجه اللي فزنا فيها 1-0 اعطت شحنه تاع ثقه اكثر منها حاجه اخرى. وين لقينا لي روبير دي جو نتاعنا خاصه في مقابله قفصه وزوز ديبلاسمونات تنقلات اللي عملناهم في جرده بعضهم اللي ماتش تونيزيا وماتش قابس اللي ما خسرناهمش لكن كنا قراب للفوز. الحاجه الايجابيه نخرجوا منها بار النقطه في ديبلاسمون الاول والثاني ستاد وما القابسيه تونيزيا هي المردود اللي هو قاعد في نسق تصاعدي. ان شاء الله نحافظوا على النسق التصاعدي نتاع المردود هذا. اللي يغلط اقل هو اللي باش يربح بالطبيعه، هذاك هو اللي باش يعمل الفارق. ان شاء الله محضرين على البولاريتي ان شاء الله على ديزيام بال في الوسط. كيما قلت لك الميتريز نتاع لي زيموسيون والكونترول دي زيموسيون سا سوغا ديتيرمينون في الماتش هذا. تبقى زاده ما فما حاجه اخرى تتلعب من برا، هي لي زيموسيون هذوما اللي احنا مش نتحكموا فيهم الكل مقصود يتلعب من برا. على خاطر تشوف انت في الفورماسيون نتاع ليتوال ولا في الفورماسيون نتاعنا احنا تلقى باغ اكزومبل بليس كو 50% نتاعهم هما بوتيتر يسون لوغ بروميير ديربي، والا تلقاهم ماهمش سواحليه جمله لا سوسي لا مستيري. معناتها كالنارسيون نتاع الديربي مش تبقى باراشوتي معناتها من برا، لانه لونتوراج هو اللي يحسك اللي هو ديربي، لكن او فون يا بوكو جوار اللي هما ما يعرفوش شو معناها ديربي. الوغ هذا طون ميو باسكو هذوما باش يعملوا ليكيليبر او نيفو ايموسيونيل سيرتو. تحذيرات كانت ناجعة وناجحة قام بها المدرب شهاب الليلي رفقة الإطار الفني للاتحاد المنستيري باعتبار نتيجة ديربي ساحل، انتصار 4-1 على النجم الرياضي الساحلي. نرجعوا للمباراة مع حمودة بن سليم، علي جلاسي، عبد اللطيف معتوق وحمادي العوني. في أسبوع الدربيات الاتحاد المنستيري يستقبل النجم الساحلي في لقاء أجوار أحضر فيه كل شيء تقريبا. الأهداف المميزة، الاندفاع البدني، الورقات الحمراء، والأهم النجاعة اللي صاحبة الخط الأمامي للاتحاد المنستيري في دربي لن ينساه أحباء الفريقين. باش نحاولوا نكونسونطريو اول اوكازيون تجينا نحطها ان شاء الله نكونوا حاضرين اليوم خير منهم. اون دوا غاني لي دويل اليوم اي ما يلزمناش بوكو دو بريسيبيتاسيون، ما نتسرعوش برشا. تجديد عقد ايمن البلبولي ان كور اون بون فوا، عملنا بعض اللقاءات. بلبولي داخل في البرنامج نتاعنا، ولد الفريق، فما استعداد من الطرفين بقدرة الله. ان شاء الله في الايام القريبه ان شاء الله نوصلوا الحل يرضي الطرفين. اللقاء ينطلق والاتحاد المنستيري يبحث عن المفاجأة من البداية، يتحصل على زوج مخالفات متتالية دون نتيجة. الثالثة تأتي بالجديد. في التنفيذ حمزة لدب، ماهر الحناشي يغير اتجاه الكرة، المدافع الهداف زياد الدربالي ينهي العملية وبطريقة مميزة إغالة الحارس أيمن المثلوث. يفتتح النتيجة منذ الدقيقة الخامسة، يمضي بالمناسبة ثالث أهدافه في الموسم الحالي. هدف في وقت مبكر نسبيا النجم يوجي. موسى مازو يتوغل إمهد دفاع الاتحاد المنستيري واقف كما يلزم. أبناء الممرن شهاب الليلي يلعبوا على عكس الهجومات. التحام بين حمزة لدب أيمن بالعيد، ظهير اتحاد المكان يسقط. هل هناك ضربة جزاء أم لا؟ الحكم يوسف السراري يعتبرها ركنية. النجم يرفع في نسق المقابلة بحثا عن التعادل. أشانتي أوريا يتقدم يسدد في دين بسام الصخيري.
موسى مازو اختير على الجهه اليمنى، يتوغل يمهد واشانتي ما يستغلش الفرصه. مجهود فردي كبير من علي البريقي، يتجاوز اكثر من منافس، يتوغل يمرر مره اخرى دفاع الاتحاد المناسيري واقف مليح. الضغط ديما للنجم، التدخل من بسام السخيري قبل اشانتي اوريا، الغاني يصاب، يعوضوا حمزه الاحمر، اكثر من محاوله للنجم دون تغيير في النتيجه. الاتحاد المناسيري يعود للهجوم بطريقه منسقه، كره تنطلق سريعه من وسط الميدان من مهدي سعاده، الحمزه لدب يتوغل يمهد ماهر الحناشي بكل قوه، ما يخلي حتى فرصه في التصدي الايمن المثلوثي. نجاعه بنسبه 100%، زوز اهداف في زوز محاولات. النجم اصبح يبحث على تذليل الفارق عوض التعديل، مرتده على اثر ركنيه، موسى مازو قريب من الهدف. فرصة أخرى للنجم، مجهود كبير من خالد يحيى، موسى مازو التسديدة قوية وهدف يضيع على أبناء منظر الكبير. كرة في العمق من بلال بن مسعود، الأسعد الجزيري بالراس يحذر، موسى مازو يتمكن المرة هذه من مغالطة بسام السخيري. النتيجة تصبح هدفان مقابل هدف. المقابلة في وقتها البديل، مجهود فردي كبير من علي البريقي، يمر لموسى مازو، مازو يمهد في طبق إلى خالد يحيى اللي ضيع وبكيفية غريبة هدف التعادل. علي البريقي يتعدى بالكرة لليمين، موسى مازو يحضر وحده، خالد يحيى يضيع عليه الكرة. في الشوط الثاني تغيير لكل فريق، سليم جديد مكان مهدي أسعادة، مصعب ساسي عوض خالد يحيى المصاب. مصعب ساسي في أول لمس للكرة بعد باهتة من دفاع منافسه كاد يكون على موعد مع التعادل. الاتحاد المناسيري من جديد في الهجوم، ماهر الحناشي على اثر كره ثابته كاد يعيد سيناريو الهدف الاول. ترجع الكره قدام حمزه المسعدي، التسديده قويه، ايمن المثلوثي بصعوبه للركنيه. 3 دقائق بعدها نفس اللاعب اي المسعدي يفتك كره يتقدم، الهفوه واضحه من رامي البدوي، والحكم اصراري يصفر ضربه جزاء ومعها ورقه حمراء ضد البدوي. في التنفيذ حمزة المسعدي يتمكن من إضافة الهدف الثالث والأول مع الاتحاد المناسيري. 3 أهداف مقابل هدف مع نقص عددي صعبوا مهمة النجم، ولاعبه السابق سليم جديد زاد عسر مهمته بإضافة هدف رابع من أروع ما يكون. توزيعة من أبرز لاعب فوق الميدان ماهر الحناشي، جديد بلقطة فنية مميزة يمضي أول أهدافه في الموسم الحالي. هدف خرج أبناء النجم من المقابلة أصبحوا على أعصابهم، وورقة حمراء ثانية ضد مصعب ساسي. رئيس النجم يبعد الملاعبية الكل، هذا هو المطلوب من المسيرين، السلامة في الوقت المطلوب. 9 ضد 11، المقابلة ما تبقى فيها إلا 13 دقيقة، وأبناء النجم يضيعوا زوز فرص واضحة لتذليل الفارق بوسط علي البريقي والأسعد الجزيري، لينتهي اللقاء على انتصار بالأربعة لأبناء شهاب الليلي في أجمل مقابلة قدموها في الموسم الحالي على مستوى النضج التكتيكي والنجاعة الهجومية، ضد الأول في المجموعة الثانية اللي ينقاد بالمناسبة الأول هزيمة في الموسم الحالي. أروع. ظهر لي اليوم معناها قونا مستوى كبير، ظهرنا لي مستير معناها كيب كبيره، قلت ربي ان شاء الله بالكيب هذيا بالسبري هذايا سيرتو دو جروب نجم نمشيو لبعيد ان شاء الله. كي ترى سكور تقول سهله، لا ماهيش سهله بالكل. في اثناء المقابله كانت نجم تتارجح منا ولا منا، لعبنا مع فريق كبير ونادي كبير اسمه النجم الرياضي الساحلي، وهذا مهم جدا، وماهوش كل يوم باش تفوز على النجم الرياضي الساحلي 4. تبقى اذا اليوم فزنا على النجم الساحلي ب4 باسكو اون ميريت في التيران، مي جوار سيرتو يستحقوا الفوز نتاعنا، لانه قدموا المردود الطيب، قدموا ليتا ديسبري بوزيتيف، تعاملوا مع الاوضاع ومع لي سيركونستانس فوق الميدان بكل جديه وبكل واقعيه، بالرغم اللي فما بوتنسيال قدامنا، بوتنسيال انديفيديال كولكتيف قوي جدا. 2-1 بعد جاتنا كوره نتاع 2-2 تقريبا في شباك فارغه، كنا نرجعوا على مستوى التعادل. حتى في الشوط الاولاني الملاعبيه ما قصروش على مستوى الانتشار نتاعهم ولا لعب، فما فرص. في الشوط الثاني عملنا اخطاء اليوم برانسيب في المستوى هذا ما زمناش نعملوهم، بريسك قتلوا المقابله. سابيو اريفي نتعداو كوتي ماتش.